السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإعلامي محمود صلاح على اليوتيوب، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. أسأل الله لكم التوفيق والسداد، وأن ينفعني وينفعكم بما يحبه ويرضاه. وبعد، أدعوكم جميعا للصلاة على حضرة النبي، اللهم صل عليه. النهاردة هنتكلم عن السلطان السيد، سيد القراء، السيد سعيد سلطان المقارئ، هو عمدة قراء مصر. السيد سعيد اللي طبعا في ناس كتير ما تعرفش هو مين السيد وتاريخه ايه، ولا عارفين هو عمل ايه، ولا كان بيجلجل ازاي وبيقول ايه ولات ازاي، وكان بيهز الصوانات ازاي. ولكن كلامي هيبقى قصير جدا، هو الكلمتين اللي في البداية دول. وطبعا السيد غني عن التعريف، وطبعا أنا يعني مش كلامي اللي هيزود في قدره ولا قيمته ولا أي كلام من ده. ولكن إحنا بنتكلم عن إننا هنسمعكم حاجة، يعني من جملة تاريخ السيد، إن شاء الله بالتوالي إن شاء الله. تباعا كده نحاول إن شاء الله نجيب حاجات كتيرة، حسب ما يتوصل لنا وحسب ما الناس اللي محتكرة التلاوات وربنا مقدرها، يعني إن هم يطلعوا حاجات بالقطارة كده يعني حاجة حاجة. فإحنا هنحاول معاهم إن شاء الله واحدة واحدة. اللي معانا ومتناولنا هنبثوا عليكم ونذيعه، والباقي ربنا يتولانا بقى ان احنا نعرف نجيبه منهم، لان هم ناس ربنا اعلم بيهم يعني. ان شاء الله ربنا يوفقنا جميعا يا رب. نسمع بقى ان شاء الله كده ونتمعن، وبعدين بعد كده ممكن ابقى اقطع لكم انا بقى من التلاوات دي بعض المقاطع الصغيرة، تبقى انتوا تشوفوها على مهلكم وتعرفوا الوضع ايه بالظبط كده. يعني انا طبعا هسمعكم التلاوة عشان تتمزجوا تتمزجوا وتسلطنوا مع سلطان المقارئ، وتشوفوا هو كان بيعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. نسمع مع بعض يا جماعة، اتفضل. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، خالق الخالق سبحانه. يا سلام، يا سلام يا سيد الله. شوف حتى الناس السميعة بيشجعوا، شوف طريقة راقية، وناس قاعدين مستمتعين. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. يا ابني، ده ناس اللي احنا المفروض نحسدهم، الناس اللي كانت قاعده قدام السيد في الفتره ديت، اثناء التاريخ ده. انا حضرت طبعا حاجات كتيره جدا جدا لفضيله الشيخ سيد، وشرفت ان انا يعني بعض من حاجات التقيله جدا في تاريخه، ان انا ربنا يعني حباني ان انا حضرتها وكده، وكنت مبسوط جدا ومنسجم، وده فضل من ربنا وكرم منه.
إن أنا حضرت بعض من تاريخ السيد سعيد. وكلنا طبعا عايزين نستمتع، مش الكلام بقى يعني اللي هيمشي العمل. إن شاء الله نفضل معاه إن شاء الله يا رب. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم سبحان الله وتعالى، سبحان الله وتعالى، بلى هو الخلاق العليم. بلى وهو الخلاق العليم إنما أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله أكبر. الله. قرآن طبيعي، قرآن طبيعي، له هيبته وله وقاره، تحس إن القرآن بيتقرأ. مش احنا بنسمع دلوقتي حاجات يقول لك لا ده حاجات كده بتحصل في العزاءات بنشوفها. ده قرآن بهيبة وقار. قرآن تحس إنك قاعد في محفل قرآني، ما هوش بقى حاجات خارجة عن الحدود ونوتة بقى شغالة، نوتة موسيقية شغالة بتستمع إليها. طبعا لا، طب ده كلام تاني خالص. نسمع. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه اه يا عم، يا سيدي. قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم اسمعوا بقى الجواب ده. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الله أكبر. الله يا سيد. طبعا الطلعة دي كلها هو طلع الحلية اللي عملها، الزخرفة الصوتية اللي عملها في أنشأها دي. عندي في طلعة أنشأها دي عمل فيها حلية وزخرفة صوتية جميلة جدا جدا، حاجة ممتعة. نود إن احنا نسمعها تاني لو أمكن، عشان تشوفوا هو عمل إزاي الراجل ده. نسمع تاني يا جماعة كده. أجمل ما فيها الحلية بتاعت الطلعة دي. كل الجواب جميل، ولكن هو الزخرفة اللي عملها دي حاجة مبدعة. الله. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
يا سلام. كل منكم هيسمع الربع ده 600 ألف مرة. قال من يحيي العظام وهي رميم قول يا سيد قول. الله. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر يا عمدة. يا سلام. يا سلام. ربنا يشفيك يا أخي. ندعي له كلنا بالله عليكم، ربنا يشفيكم جميعا. ندعي له ربنا ياخد بإيده ويعافيه ويشفيه يا رب، بحق أيام مفترجة احنا فيها يا رب، بحق جاه رسول الله وحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني شفيعنا جميعا بحق جاه حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. كلنا ندعي ان ربنا بحق جاه النبي وحضرة النبي حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ان هو ياخد بإيده ويشفيه ويعافيه ويرجعه لنا سالم يا رب يا رب. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه سبحان الله وتعالى. سبحان الله وتعالى. قال من يحيي العظام وهي رميم قادر 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 على كل شيء. آه. آه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر يا عظمة. عظمة يا سيد والله. الله أكبر. دي تالت مرة يقول نفس الجواب وبثلاث طرق مختلفة. ثلاث طرق. هذا الرجل يقرأ بالفطرة ولا علاقة له بنغم أو تلوين موسيقي أو طريقة إيقائية ولا أي حاجة من هذا القبيل، ولكنه علم وراثة. علم وراثة غير علم الدراسة خالص. علم الدراسة ده بتاع طبعا الكل بيدرس ويصقل موهبته، أما ده علم وراثة. على طبيعة الصوت على الطبيعة، ولا هو لا تدخل لبشر فيه، إلا أنه هذا الرجل حفظ أحكام التجويد وحفظ القرآن وقرأ على قرآن ربنا بنزله كده، فبيقرأوا السيد سعيد. اسمع. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا
فإذا يا سلام. شوف العرض، شوف العرض السكون هنا غير لما أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان الله وتعالى، سبحانه وتعالى، كن فيكون. الله، شوف التحقيق، شوف تحقيق يا عم، تحقيق. في عرض وقف، اظبط اظبط. طيب دي نون متطرفة يا جماعة، ايه بيقولها بين وضوح الشمس، عشان لا حد يقول لك عايمة، ولا حد يقول لك متاكلة، ولا حد يقول لك ضعيفة، ولا حد. الكلام ده كله قرآن، قرآن. الله أكبر، الله الله يا سيدني. نعم يا عم، قول يا سيد، قول. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء شوف الهمزة، شوف الهمزة التحقيقية. وإليه ترجعون. يا سلام، إليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا ولد، نقل كده ابن كثير ولا نقل كده فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا ابني، يا سلام، كل ده فطرة، فطرة، وراثة. بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا الله أكبر، يا سلام. شوف تصوير القدرة، شوف تصوير القدرة. نقدر على أي شيء. أنا جل وعلا، جل وعلا يقدر على أي شيء. تصوير نعيه. أه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا عيني، يا عيني، يا عيني على القراءات، يا عيني، يا عيني، يا عيني يا ابني. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا عيني. نسمع بقى، هو بيقول وما أمرنا في المنفصل عمل فيه شغل، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قال إيه النغم الرباني، الحاجة، النفحات الإلهية دي،
نفحات إلهية عند الراجل ده ربنا بعتها له. هو بيصور طلاقة القدرة لربنا سبحانه وتعالى إنه يقدر على أي شيء جل وعلا جل وعلا. نسمع، اسمع العرب والشغل والزخارف اللي عملها. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. هو بيقول في المنفصل بيشبعوا. الله أكبر. الله أكبر. والله العظيم يا جماعة أنا برتعد، والله برتعد، يعني بنتفض كده إن مانيش عارف أنا يعني بسمع حاجة ما هياش مش طبيعية. ما هوش طبيعي الراجل ده والأداء ده وكل ده فطري ما لا تلوث فيه. ده طبعا تدخل النغمات وعلم الموسيقى ده حاجة على جنب خالص. إنما هي الناس بتتعلمها بتخليها بقى طبعا تقودها هي. يعني علم النغم بيقود بعض الناس، بيخليهم يشطوا عن القرآن وأحكام القرآن. ولكن علم النغم أنت تتعلمه لتقوده أنت تقود علم النغم وليس ليقودك. حتى يكون هناك قرآن يتلى، وليس نوتة موسيقية نطلق لهذه الموسيقى العنان حتى تأخذنا بعيدا عن القرآن ونجور عليه. لا، أنت تتعلم حتى تقود أنت هذا النغم لخدمة القرآن. فالمتحرك يخدم الثابت وليس العكس كما يفعل بعض القراء. الثابت يخدم المتحرك والمتغير. أعاذنا الله وإياكم من هذا المنوال. يعني نسمع. وهتقولوا نعم يا سيد. سيد القراء حقا يا عم، حقا يا عم. الله أكبر. هو قاعد اهو، قاعد، واكابر القراء واكابر المشايخ عارفين قيمته كويس جدا. واي حد بيبقى هناك حواليه بيروح طبعا بيقبل ايده ويقبل راسه، عارف قيمته ايه وعارف ان هو قارئ ازاي. والسيد سعيد ملأ الدنيا قراءة، اكتر واحد قرأ في تاريخ القراء قاطبة. السيد سعيد يشترك معه في هذا الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. طبعا ده ما اكتر اتنين قروا في التاريخ، ما فيش كلام، لا جدال في ذلك. وطبعا كل القراء بتروح تبوس ايده وتبوس راسه عشان خاطر عارفين قيمته ايه. وكان عمل تاريخ ما حدش قدر يوصل ليه الى الان. نسمع. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما
مم. الله أكبر. نعم يا سيدنا. نعم يا عم الشيخ سيد. نعم نعم يا عم، نعم يا عم، جل وعلا قادر على كل شيء. نعم يا عم. نعم نعم، صور يا سيد، صور. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر ايوه، حضر حضر. في مقعد صدق مم. مم. في مقعد صدق يا عم يا في سيدي. مقعد صدق عند مليك مقتدر اه الرحمن اه. إن المتقين في جنات ونهر يا سيد، سيد، سيد. في مقعد صدق اه في نعم. مقعد صدق عند مليك مقتدر اللهم وعدنا الرحمن يا رب، يا رب وعدنا يا رب، يا رب وعدنا يا رب، يا رب وعدنا يا رب. يا سلام. آه. المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله أكبر. الله يا عم الحاج سيد. يا سلام. يا عيني، يا عيني يا ابو السيد، يا عيني يا ابو السيد. اشوف كل الهدوء اللي فات ده، كل الهدوء اللي كان فات ده، هو قاعد يعد بالراحه على باله كده، بيحضر الهدوء الذي يسبق العاصفه. هو بقى اشوف هذا وقام طالع جاب لك عاصفه جامده قوي. الجواب اللي فات ده حاجه اهو. انتوا سمعتوا بنفسكم. الله يا عم السيد. الله. اسطوره، اسطوره السيد. سبحان الله. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان يا سلام، يا سلام يا عم السيد.
يا سلام يا عم السيد. الله. الله أكبر. والله الأطراف بتاعتي بتتحرك مع كل الشغل ده. بتتحرك رجليا وإيديا، مانيش عارف أعمل إيه. الشمس والقمر بحسبان آه. والنجم والشجر يسجدان والله يا ابن الحلال، سبحان الله وتعالى. والسماء رفعها نعم. سبحانه. ووضع الميزان أنا الخالق. أنا الخالق. أنا الخالق. والله يا جماعة أنا قاعد كل مرة يبدأ يقول جواب، يقول قرار، أنا رجليا وإيديا وراسي كله حركة غير طبيعية. يعني تفاعل مع القرآن ده قرآن ربنا سبحانه وتعالى نغمه من عنده عشان يقرأه واحد زي ده. أهو اسمعوا اسمعوا اسمعوا. الله. يا سلام. سبحان الخالق العظيم. سبحان الخالق العظيم. صور يا عم السيد، صور يا عم، صور يا عم. شفاك الله وعافاك. شفاك الله وعافاك. صور يا عم السيد، صور. نعم نعم. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان يا سلام. انتبه. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ايوه يا اخي، ايوه يا عم. والحب ذو العصف والريحان الله اكبر. الله. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان الله اكبر. يا سلام. نعم نعم نعم. الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار يا سبحانك. سبحانك الله العظيم. وخلق آه 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 آه. فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحانك يا رب، لا نكذب بأي آلاء. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما
الله الله يا عم السيد. الله الله يا عم، بينهما برزخ لا يبغيان. وفي قراءة تقول لك بينهما برزخ، ويقف، ما هو لو بينهما برزخ وبعدين ممكن يبغيان، خدت بالك، ولكن لا يبغيان. نفى ربنا بغي احدهما على الاخر، فده كلام البرزخ موضوع، ولكن لازم لا يبغيان كما قال المولى سبحانه وتعالى. ولكن بينهما برزخ دي بقى يعني تكاد تكون يعني يبقى شغل واقف على الفزلكه يعني. طبعا ما تنفعش لبعض القراء اللي موجودين، ما ينفعش ان تبقى يعني بالشكل ده يعني. لازم كما قال ربنا يقف نهاية آية ومعنى كافي، بينهما برزخ لا يبغيان. كل المشرقين ورب المغربين يا سلام سلام. فبأي لا 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 لا. الله اهو. طبعا بقول شفتوا السيد بيقلد المنشاوي اهو. السيد رايح على المنشاوي اهو. القرآن اللي هو القرآن البكر الغض طري اهو. اسمع اسمع، بيقول للمنشاوي السيد سعيد. الله اكبر، الله الله يا عمي. مم، 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 مم. يا عيني يا سيد يا عيني. يا فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان الله اكبر، الله اكبر. يا رب يا رب، كل من عليها فان. جل من جل بالموت رقاب العباد. رجع للمنشاوي تاني. اه اه اه. يا سلام. صدق الله العظيم. الفاتحة. سمعتوا يا جماعة؟ سمعتوا يا جماعة سلطان سيد سعيد؟ أدا نفحة كده من نفحاته الكتيرة أوي أوي اللي ربنا يا رب يعيني إن شاء الله
واجيبها حاجة حاجة كده، يعني ايه، لان هي بتيجي من ناس يكادوا يكونوا بخلاء، يعني ما هماش عايزين يطلعوا، محتكرين تاريخ الراجل ده. اللي ناس كتير جدا بتسمع سورة يوسف وعارفين الشيخ سيد سعيد بسورة يوسف وطبعا بعض التلاوات الجديدة اللي موجودة في السوق دي. آه، انما الحاجات اللي زي دي كده، واللي احسن واحسن، ولسه ان شاء الله احسن واحسن واحسن موجودة عند الناس دي. ويا ريت، ده انت ده قرآن، يعني يعتبر ده قرآن، يعني يعتبر انت مثلا محتكر الراجل. طب ليه؟ ده علم، ده علم، ما لابد الا تكتمه. لابد ان انت يعني تعرف الناس، والناس تسمع وتاخد وتدي مع الراجل ده، وتفهم وكان بيقول ايه وبيقول ازاي وبيقرا ازاي، لعل وعسى حد يتعلم منه، يعني ياخده قدوة له، يعرف هو بيقول ايه الكلام ده. فأنا بنشدهم من خلال الفيديو ده برضو ان هم، يعني ربنا يا رب يهديكم وتطلعوا لنا حاجات. انا بطريقه مباشر وغير مباشر والله يا جماعه بحاول، والله والله العظيم اعزائي المشاهدين، ليا وليكم، انا بحاول بقدر الامكان ان انا يعني ايه، محاولات مستميته ان احنا نحاول نطلع الحاجات دي عشان تظهر للنور، الناس تعرف الراجل ده وهو موجود. أطال الله في عمره وشفاه وعافاه. هو موجود، يعرفه هو كان قد إيه نجم كبير جدا جدا، وكان يناطح العظماء ويزاحمهم في دون التلاوة، بل وتفوق على كبار الكبراء فيهم بهذا الأداء وبهذا الشكل الفطري الجميل الذي حباه الله إياه. واحنا طبعا عايزين نطلع الحاجات دي، وانا بناشد بقول تاني نطلع الحاجات دي عشان الناس كلها تعرف قيمته، نكرمه، احنا كلنا نكرمه، نروح له نبقى عارفين هو قال ايه واشتغل ازاي، وكان بيقول ويصول ويقول معانا ازاي، وكان بيموت نفسه عشان يمتع الجمهور ومحبيه والناس اللي بتزحف وراه هنا وهنا وهنا وهنا، وبتروح وراه في كل مكان عشان يسمعوا السيد سعيد، عشان عارفين قيمته. انما في ناس كتير ما تعرفش السيد سعيد الا من خلال حاجات بسيطة جدا وضئيلة. اسأل الله ان يوفقني ان اقنع بعض الذين يحتكرون هذا التاريخ ان يخرجونه الى النور لنستمع جميعا اليه. وفي نهاية حديثي أدعوكم جميعا بالله عليكم أن تدعوا لهذا الرجل بالشفاء العاجل، وأن يمتعه الله سبحانه وتعالى بطول العمر، وأن يجعله دائما في بركة القرآن وللقرآن، وأن نكون جميعا في محبة القرآن ومعية القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.